السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. يوم سويت روبة خثرتها اني بايدي، و يعني سوينا مسابقات انا واخويا، يا الروبة الاحسن مالتي لو مالت اخويا. انا سويتها بدون مقادير، انا سويتها بس جبت مي، خليت كيس حليب وخبطته وخليته على النار، فورت الحليبة وخليتها لحد ما تبرد، يعني مو لا باردة ولا حارة، يعني تلزم عادي، يعني ما تشوي حيل بس بيها اسم حرورة. فراح أضيف لها الروبة من اتجاه واحد وأخبطها هذا على كيفي، لأن أنا أريد القشوة، بس انتوا إذا تيد بدون قشوة عادي يعني خبطوها عادي الروبة ويا ما تخلونها بالحليب، بس أنا هيش من اتجاه واحد عمود ما أخرب منظر القشوة من فوق لأن أحبها. غطيتها بخاولي نظيف بصمات، يعني هي خاصة من المطبخ، ألفها عدل وهي بعد بيها حرورة، خليتها وين بالفرن يعني مو مشتغل الفرن، لا بدون حرارة، بس مجرد إنه ما يدخل لها هواء، يعني تبقى ثابتة وما حد يحركها لازم. فبقيتها تقريبا 6 ساعات عدل. بعد 6 ساعات من فتحتها لقيتها جامدة يعني خثرانة. فوين خليتها بالثلاجة مو بالفريز لي جوا، على البرودة فقط. للصبح خليتها من الليل للصبح. هاي الروبة أنا سويتها، أنا خثرتها حليب طوز البارحة بالليل، فورتها والصبح وخثرتها، ورا صلاة الصبح يعني حطيتها بالثلاجة. هسه طلعتها راح افتحها واشوف وضعيتها. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بسم الله. ما شاء الله تنقص قص. خل اذوقها. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. قمر قمر. شوف ما شاء الله الروبة مالته حتى زبد بيها جنن. اخويا هو مخثرها بمقادير، يعني هو دز صوتية بس ما تعترهم بالفيديو الصوتية. يقول كل قلاص حليب باودر قلاصين مي، ومن يفورها ويكملها يخليها هم تبرد نفس الحالة، مو حيل باردة ولا حيل حارة، يعني اسمه دفوا بيها. يقول اخذ 3 خواشيق روبة ب3 خواشيق حليب، اخلطهن سوا، وبعدين يلا اضيفها بالحليب. يقول حتى كلها تصير تنخلط الروبة ويا الحليب وتخثر وتصير تجمد. يقول بما انه ليش يقول بالمقادير امشي، يقول حتى اللي يحبها خفيف يكثر مي، يعني خفيفة، واللي يحبها أثقل يقلل المي ويكثر الحليب. بس صدق يعني هو مسوي روبة تجنن صدق، قيمر يعني. أنا من يوم اشتهيتها، مع العلم هو بس ليمونيا وأنا بالناصرية. قلت له لا أنت طلعت أضبط مني بالروبة. أنا ما أعرف يعني أخثر بالمقادير، أنا مجرد أجيب مي حليب وأخثرها، هو لا بالمقادير. فقلت له بما انه بالمقادير راح استفاد من هاي المعلومات، يعني حتى انا تفيدني من اريد اسوي بالمقادير، اذا احد يريد يسالني هم انا اقول له بالمقادير، واقول له عاشت ايدك اخوي على هاي الروبه اللي صدق قيمر. اليوم اني هم خثرت منها على طريقته واريد اشوف والله طريقتي هم، يعني اذا على طريقته هو يعني تضبط عندي لا، وان شاء الله تضبط، اذا ضبطت اصورها، واذا لا خربت ما عرفت اسويها لا غلس. هنا عندي يعني كان عندي عجينة مال البقلاوة، هاي يسمونها عجينة القلاش. بالمجمدة طلعناها بالتعليلة، قالوا البنات مشتهين حلا بقلاوة هاي السوالف، قلت لهم والله عندنا عجينة. صدق قمنا طلعناها وخليت بنتي هي تسويها، بس هنا باوعت على بنتي انه بطيئة، يعني على كيفها تشتغل، واحنا يعني شلون اشتهينا البقلاوة وريد ناكل مستعجلين، فعاد أخذت من نص الهاي على نص الشغل مالتها، أنا رجعت أخذتها من عندها. مجرد هي العجينة ما خلينا لها أي إضافة، لا فستق ولا يعني ما خلينا لها حشوة. العجينة نفسها بس أدهنها بالسمن النباتي. هنا عندي هاي تنكة يسمونها هاي دهن الدار، كلش طيبة يعني بالأكل، عباك دهن حر.
أنا قبل فترة سويتها بالزيت هم ضبطت عندي، وبالزبد هم يعني أي شي موجود، زيت زبد دهن. بس هالمرة أنا بالدهن هذه التنكات يعني صدق صارت يعني طيبة وخفيفة بشكل، يعني شلون أطيب من ذيك المرات الأولية اللي سويناها بيها، كلش طيبة صارت. مجرد هنا أنا بس دهنت الصينية والعجينة مثل الجلاش هي طبقات كلش خفيفة، فآخذ كل طبقة أدهنها دهنة خفيفة وأبرمها عندي خشبة، يعني هذا العود الخشب، فأبرمها ما أبرمها حيل يعني بحيل، لا برهاوتيدي وأخرطها من جهتين، من آخرتها أرجع أسحبها وتصير يعني هي تصير شكل البرمة، شكلها كلش حلو صار. وحتى إذا تطلع عندكم طبقة مكسرة أو يعني مو هاي، لا أخلي طبقة فوق طبقة عادي تصير يعني ترجع ما عليها شي، يعني مو تقولون تخرب أو هاي أكو ناس تذبها تقولون لا خربت، لا بالعكس تصير ويصير بيها أشكال كلش حلوة، يعني الشكل اللي يعجبكم. أنا كل مرة أسويها بقلاوة، بس مجرد أجيب الطبقات وأفرشهم بالصينية مربعات كبيرة وأدهن طبقات وحدة وأخلي طبقة فوق طبقة، وبعدين أقصهن على شكل بقلاوة، وأخلي لها الدهن أو السمنة أغرقها، يعني أخلي لها كمية هواية، يعني الدهن اللي أخليه فوقها الدهن هواية أخليه، أو زبد زيت أي شي موجود عندكم. من تستوي من أخليها على بالفرن وأشغل الفرن من فوق ومن جوا بساعة تستوي، ما يعني أتركها ظل واقفة يمها تقريبا يعني ما تطول بساعة تستوي. أطفيها وأطلعها، أصفي الدهن ما بقيه بنصها، لا أصفيها من الدهن، يعني هو دهن كمية هواية يصير. وهنا أني يعني مثلا من أطلعها من الفرن أنا مكملة الشيرة، والشيرة باردة عندي يعني مكملتها الشيرة، وبس مجرد البقلاوة أو البرمة هي اللي حارة، أقصد حارة والشيرة باردة، وأضيف لها عاد الشيرة كلها أغرقها بالشيرة وأخليها تنقع فد ربع ساعة هيك، وأطلعهن من الشيرة، هم ما أبقيهم بالشيرة لأن ما يحبوها حيل حلوة، فأصفيها أطلعها بماعون على صفحة وحدها بس تصير كلش طيبة وخفيفة وحلاتها طبيعية. وهنا وصلنا بنهاية الفيديو، وأقول لكم سهمنا وسهمكم العافية ومع ألف سلامة.